النادي الاهلي رجع يعمل كباري تاني، ودلوقتي بيعمل كوبري لاهم لاعب في مصر، وهو مين؟ ابراهيم عادل نجم نادي بيراميدز، اللاعب اللي النادي الاهلي عاوزه بقاله فتره ومش عارف يجيبه من بيراميدز ولا عمره هيعرف يجيبه من بيراميدز. دلوقتي خلاص هو ناوي يحترف في الجزيره الاماراتي، ورايح ب5 مليون يورو، يعني المبلغ برضو مش غالي على الخطيب ولا غالي على النادي الاهلي. وكمان بيراميدز هيحط شرط ان هو لما يجي يرجع مصر يرجع عن طريق نادي بيراميدز، لو بيراميدز مش عاوزه خلاص يروح اي نادي تاني في مصر. لكن انا حابب اقول لك ان في خلال سنه او سنتين ابراهيم عادل هيكون اهلاوي. وتاني خبر معايا فشل جلسه تجديد عقد اللاعب إليو ديانج، لان اللاعب طالب مبلغ كبير قوي 10 اضعاف اللي هو بياخده، والنادي الاهلي مش راضي بيه. ودلوقتي اللاعب يا اما هيكمل عقده مع النادي الاهلي ويمشي فري، يا اما اللاعب عاوز يحترف وجاي له عروض كتير، واداره النادي الاهلي مش راضيه، حابين ان هم يمددوا له واللاعب مش راضي. دلوقتي في مشكله كبيره قوي في غرفه ملابس النادي الاهلي، كل اللعيبه بدات تبص لبعضيها وكل اللعيبه بداوا يبصوا لميزو. والخبر الثالث اللي معايا يخص اللاعب حمدي فتحي، خلاص اقترب 100% من نادي بيراميدز، لان هو اتفق مع النادي الاهلي ان هو يرجع على النادي الاهلي وياخد 2 مليون دولار، والنادي الاهلي ما رضيش. النادي الاهلي حاطط بند في عقد حمدي فتحي ان هو ما يرجعش مصر الا عن طريق النادي الاهلي، والنادي الاهلي دلوقتي ما رضيش بيه لان هو عاوز 2 مليون دولار في السنه مصروف ليه، هو مصروفه السنوي 2 مليون دولار، يعني بيتكلم في 120 مليون جنيه في لاعب نص ملعب عادي جدا. شفناه في كاس العالم للانديه ما عملش اي حاجه. حمدي فتحي حاليا في نادي بيراميدز، ونادي بيراميدز هيخلص فيه وهيدفع له ال 120 مليون جنيه في الموسم ده، غير فلوس النادي اللي هياخدها النادي وقت. ودلوقتي حابين نقول ان حمدي فتحي في بيراميدز. والخبر الرابع اللي معاه ان اللاعب احمد عبد القادر خلاص مش هيروح السعوديه ولا ناوي يروح سيراميكا كليوباترا، عاوز يا اما يكمل الموسم اللي فاضل له في النادي الاهلي ويمشي فري، يا اما النادي الاهلي يخلصه دلوقتي ويمشيه واللاعب يتنازل عن كل الفلوس اللي ليه عند النادي الاهلي ويمشوا حبايب ودوت يمشي فري. واحنا عارفين عاوز يروح فين احمد عبد القادر، عاوز يروح نادي الزمالك وربنا المستعان. واخر حاجه حابب اقولها ان في لعيبه كتير قوي هتمشي بالنادي الاهلي ومش عاوزين يمددوا عشان خاطر الفلوس، اذا كان اسامه ابو علي ولا احمد عبد القادر ولا إليو ديانج ولا امام عاشور ولا ايا كان مين هو، حتى زيزو راح النادي الاهلي هو وبن شرقي عشان خاطر الفلوس. فدلوقتي بقول ان مفيش حاجه اسمها انتماء للعيبه، كله بيدور على الفلوس، الانتماء بس للجمهور. وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.